رتوش بسيطه جدا جدا وهتكمل في الساعات القليله القادمه باذن الله. تعالوا من الاول كده اما احكي لكم حكايه امام عاشور والنادي الاهلي. امام عاشور النادي الاهلي ما كانش في باله من بعيد ولا من قريب ان هو في يوم من الايام يفاوض امام عاشور او يكون يحط في باله ان امام عاشور لاعب في صفوف النادي الاهلي. الحكايه بدات لما حمدي فتحي والنادي الاهلي حصل على بطوله افريقيا، فبالتالي حمدي فتحي جاله عرض مغري جدا 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 للاعب اكتر من النادي. فحمدي فتحي يعني الراجل راتبه في النادي الاهلي بياخد 13 مليون جنيه في السنه. في اقول حمدي فتحي كان لاعب مميز جدا جدا في النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان بياخده بيديله اعلى راتب، هي اعلى راتب هو الفئه الاولى 13 مليون جنيه. حمدي فتحي جاله عرض مغري جدا 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 باستثناء الفلوس اللي هياخدها النادي الاهلي، لكن حمدي فتحي هياخد في الوقره القطري ما يعادل اللي بياخده في السنه بياخده في الشهر. انتوا فاهمين؟ العقد كان مغري جدا جدا لحمدي فتحي. فقعد مع الكابتن محمود الخطيب وقال له كابتن محمود انا جاي لي فرصه وعايز امن مستقبلي، وطبعا النادي الاهلي خيره عليا ويا ريت تسمح لي بان انا اجرب نفسي واقعد لي سنه او اتنين في الخليج بحيث ان انا امن مستقبلي ومستقبل اسرتي. كابتن محمود الخطيب بمنتهى منتهى منتهى الشياكه درس الموضوع وشاف ان اللاعب فعلا يستحق ان هو يطلع سنه او اتنين يعمل باريستين حلوين كده يعرف يعيش بيهم بقيه حياته. فقال لك فعلا حمدي فتحي بياخد في السنه في النادي الاهلي 13 مليون جنيه، هياخدهم هناك في الشهر الواحد، يعني هياخد 12 مره النادي الاهلي بيديهوله. فسمحوا له بالاحتراف. قال لك بس نرجع بقى للمدير الفني، المدير الفني هو اللي يقرر بان انت تحترف من عدمه. فلما راحوا كولر رفض، قال لهم عشان اسمح لحمدي فتحي بانه يحترف بره لازم بديل. عرضوا عليه بدايل كتيره جدا كان من اولهم امام عاشور. فكولر رحب جدا بوجود امام عاشور في النادي الاهلي بديلا لحمدي فتحي. فالحكايه كلها جت من هنا. حمدي فتحي لو ما كانش جاله هذا العرض المغري والنادي الاهلي كان حاول بشتى الطرق ان هو يوقف جنب حمدي فتحي ويساعده بانه يطلع يحترف في الخليج ويجيب له باريستين يعيش بيهم بقيه حياته، ما كانش امام عاشور حد فكر فيه في النادي الاهلي بالمره. فمن هنا بقى بدات الحكايه، من هنا بدا كولر يشبط في اللاعب. قال لك ده انتوا خدتوا مني حمدي فتحي اللي انا عايز امام. فالجماهير طبعا بتطلع في المباريات بتصيح مش عايزين امام مش عايزين امام، والراجل مش فاهم الكلام ده كله، ما يعرفش هو حاجه من الجماهير بتقولها، دي حاجات عواطف وحاجات مبادئ، هو ما يعرفش الكلام ده. هو كمدير فني شاف اللاعب وشاف شرايطه وشاف لعبه، قال لك لا هو ده هينفع معايا في خطتي او في طريقتي وهيبقى بديل كفء لحمدي فتحي اللي انتوا خدتوه مني وانا ما كنتش راضي. فهو ده كان اول اختيارات مارسيل كولر هو امام عاشور. الخطيب مش عايزه عند ولا كلام من ده. اصل الناس اللي بتطلع تقول لك ده الخطيب كلمه شخصيا والخطيب وحوارات وحكايات واخد اكبر من حجمها. يا جماعه سوق الاحتراف مفتوح يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ما رمضان صبحي ابن الاهلي وراح بيراميدز مفيش اي مشكله خالص، ما عندناش اي مشكله. هو اللاعب شايف مستقبله وعمل الباريستين، وحمدي فتحي بعد ما قعد برضه عندنا برضه سنين واصبح من رموز لعيبه النادي الاهلي برضه خرج من الاهلي وعمل فلوس. فطبعا امام عاشور جه الاهلي راح الزمالك لعب في بيراميدز، خلاص ما عادش في الوقت اللاعب دلوقتي بقى اول حاجه بيتكلم فيها هي الماده. فحمدي فتحي يشكر وخرج من الباب الكبير ويكرم، والاهلي عشان يكرم حمدي فتحي سمح له بالخروج من الباب الكبير للاحتراف الخليجي. الراجل يشوف نفسه وفكر في امام عاشور، عرض عليه الفكره، امام عاشور رحب قال لك النادي الاهلي ده كتير عليا كمان. لو تشوفوا اللاعب ولهفته وكان قدامه اختيار بيراميدز اكتر راتب من اللي الاهلي هيديهوله، هو اختار الاهلي. امام عاشور لاعب ذكي قال لك انا عايز اعمل لنفسي زي في لسه لاعب صغير في السن، لسه له 5 6 سنين عشان يفكر بقى في التفكير اللي بيتفكر فيه حمدي فتحي دلوقتي وعبد الله السعيد ان هو عايز يعمل بقى ايه موسم باريستين بقى، فلسه قدامه 5 6 سنين كمان يديهم. فقال لك انا العبهم في الاهلي، انا عايز اترخ لنفسي تاريخ. هو لاعب ذكي قال لك انا اروح لنادي بطولات، عايز افريقيا وعايز دوري وعايز كاس وعايز طموحه، فاختار النادي الاهلي وضحى ب 7 8 مليون جنيه فرق عرض الاهلي من بيراميدز، وهو قريب جدا دلوقتي لانه يكون في النادي الاهلي. اي نعم انا مش مع الفكره، تختلف او تتفق معايا، انا شخصيا مش مع فكره ان امام عاشور بعد ما غلط في رموز النادي الاهلي القدامى ورمز النادي الاهلي صلاح سليم بالاساءه، مش مع ان هو يدخل النادي الاهلي، ولكن كولر
شايف انه محتاج، او هو البديل الوحيد اللي هيمشي معاه الفتره اللي جايه دي، وقال ان هيبني عليه كتير جدا من خطته، وهو ده اللي هيعوضه حمدي فتحي. بس ادي الحكايه. انتوا بقى مكبرين الموضوع وكابتن خالد الغندور بيصنع الفتنه من جديد. هو انت مستني كارثه تانية زي بتاعت بورسعيد؟ ولما مسؤول يطلع، مسؤول من نادي الاسماعيلي يقول لك بس انتوا تجوا لنا الاسماعيليه ونشوف هنعمل فيكم ايه؟ اما مسؤول يطلع يقول كده، ده نصيبه، دي كارثه. وده كله يا عم خليك في حالك يا عم، انت مالك ومال الاهلي والاسماعيلي يا عم؟ انت قناه نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك. هل انت الثاني او الثالث؟ انت الرابع. انت انت بعيد، انت بعيد. انت بتدافع عن الاسماعيلي يعني انت بتدافع عن الاسماعيلي؟ ده حاجه غريبه جدا جدا جدا. طب ما انت ياما استفدت من التحكيم. اللاعب نفسه بأم لسانه طلع قال ان الكوره جت في ايدي بعد ما جت قبل ما تيجي في رجلي. طب احنا نعمل لكم ايه يعني؟ اللاعب قال كده، اللاعب قال كده، اللاعب رفض يحتفل. فانتم مكبرين الموضوع ومزودينها حبتين. يا ريت نهدى على بعض شويه، يا ريت، عشان كده يعني الكره المصريه تتنقل في حته ثانيه، في حته ثانيه. ان شاء الله باذن الله كلنا خلف منتخب مصر للشباب امام المغرب باذن الله، وباذن الله ناخد البطوله ان شاء الله باذن الله. فالحاجات اللي بتحصل دي هي اللي بتبوظ منظر الكوره في مصر. الحاجات اللي بتحصل والتعصب اللي بيتخلق عمال على بطال، والناس اللي بتطلع تهبط في الفاضي، وامام عاشور راح الاهلي ريحونا بقى، ريحونا.